الكابتن حسام يا عم حسن هو حر بقى، عمل يعني انجاز أقول غلط لحد ليه؟ دلوقتي ما عملش انجاز. لا عمل انجاز. لا يا كابتن طارق ما عملش انجاز. اقول لك اول مباراه نكسبها في كاس العالم ما عملش انجاز لحد دلوقتي. لا اله الا الله. يا كابتن دلوقتي ازاي قبل كده يعني لما حسام حسن يتعادل اول مباراه تكسب الثانيه، عمل ماتش مميز، عملنا اداء مميز، كسبنا 3 بونت، لكن وصلنا للدور الثاني. وصلت انت كده، وصلت للدور توصل لل 32. طموحك كبر يا طموحك كبر حاجه والانجاز حاجه. انا مش رايح اخد كاس عالم، الانجاز ان ناخد افريقيا، عشان نفض بس النزاع ده، نفض النزاع. بص، هو انت دلوقتي الكابتن ابو الدهب بيقول لك ايه؟ ان احنا قبل كده في كاس العالم مثلا اللي هو كان في روسيا ما وصلناش المرحله دي. كنت بتطلع حصاله، كنت بتطلع من الدور الاول. انت النهارده ممكن تطلع اول مجموعه، ممكن تطلع تاني مجموعه، ممكن تطلع احسن توالد. يعني انت عندك 3 فرص. لا يا كابتن حسام حسن عندك 3 فرص. حط مصر في التاريخ، مصر في التاريخ طول عمرها مع الكابتن جوهري، مع الكابتن عماره لما سافر بره، مع محمد صلاح في ليفربول، مع هاني رمزي لما سافر، احمد حسام ميدو سافر، منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته خد 3 افريقيا. اللي بيحصل مع الكابتن حسام حسن اداء مميز، لكن مش انجاز. لم يفز اي احد بمباراه في كاس العالم. احنا كاس العالم كم مره يا جماعه؟ هو احنا كل سنه بنروح 4 مرات ما كسبناش ولا مره، صح؟ من كام سنه؟ من كام سنه؟ من اول ما وعينا على الدنيا كسبنا ماتش، صح؟ هو ده بس ده انجاز. نقفل بقى يا جماعه يا اتحاد الكوره، اقفلوا الباب وكابتن حسام يرجع بالطياره. خلاص انتوا كده اللي عايزينه. طب انت الاداء اللي انت شفته ده، الاداء ده مش انجاز. لا احنا كلنا ورا ده مش انجاز. الانجاز ان احنا نقول لفرقه منتخب مصر شد حيلكم، الماتش الجاي لازم نكسب، لازم نوصل لدور 32، لازم نوصل لدور ال 16. انتوا تقدروا تعملوها. لكن خلاص كفايه، ما هنقعد نفضل كل شويه انجاز. حد عمل حاجه شايفنا بنشد في شعرنا، مفيش شعر اصلا. والله العظيم احمد دودار ده انا مش عارف ازاي بيجيبوه اصلا، لما بيطلع على الشاشات كده يتكلم اصلا بيقول له مش انجاز ان منتخب مصر كسب ماتش في كاس العالم من سنه 34 من قبل ما نتولد ولا نيجي الدنيا، ولا هو اصلا اتولد ويفهم يعني ايه كوره. كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش، تعادلنا مع فرقه متصنفه في العالم الثامن عالميا بلجيكا، يقول لك ما عملناش انجاز. ما عادش انجاز مثلا ما مشيتش بالكابتن حسام حسن يقول له انت بعد ما كنت خسران 1-0 الشوط الاول رجعت وكسبت الشوط الثاني 3-1، يقول لك ده مش انجاز. كابتن حسام حسن وصلك كاس العالم بدون هزيمه، يقول لك ده مش انجاز. يقول لك الانجاز بقى، بصوا الضحك في الموضوع، الانجاز ان تاخد افريقيا، افريقيا انت كنت فيها قبل النهائي اللي كانوا بيشكوا اساسا ان انت اصلا تطلع من المجموعات، زي ما كان ما عندناش طموح اصلا، كل طموحنا ان كنا نكسب بس او نتعادل او يبقى منظرنا حلو في كاس العالم، مش من تاني مباراه